مرحبا، أنا مير وهي حلقة جديدة من بودكاست ذاكرة وهوية. اليوم رح نحكي عن رمز ما عاد حدا يقدر يتجاهله. رح نحكي عن علم يلي صار أكتر من شقفة قماشة بألوان، يلي صار وجدان شعب كامل. موضوعنا اليوم هو العلم القومي للشعب الكردستاني. رح نغوص بتاريخه من أول الفكرة لأول خط لأول شعاع شمس طلع عليه. رح نحكي كيف ولد ومين كان وراه وشو كانت الظروف وكيف صار اليوم رمز معتمد بجميع الكرد بكل مكان. رح نرجع لآلاف السنوات لورا لنفهم ليش الشمس هي قلب هالعلم وشو بيمثل رقم 21. رح نحكي عن الجمعيات وعن المثقفين، عن البيشمركة وعن أول مجلة حطته غلاف. رح نحكي عن التغييرات اللي صار فيها وعن لحظة اللي صار فيها معيار رسمي متفق عليه بين الكل. وهل يا ترى هو بس علم لإقليم كردستان العراق ولا هو علم لكل الكرد؟ وهل في عليه خلاف اليوم ولا صارت الشمس عليه بتشرق على وجدان كل كردي مهما كانت بأي بقعة من هيدا الكوكب؟ خليك معي لنفهم سوا ونحكي عن العلم القومي للشعب الكردي. يلا نبلش. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبسنة 1919 الكرد ما عادوا قادرين يسكتوا. العالم كان عم يعاد تشكيله وكل الشعوب عم بتطالب بدولتها. نحن ككرد كنا بعدنا بدون كيان، بلا حدود، بلا علم، بلا صوت. باجتماع تاريخي معروف باسم اجتماع الهيئة الكردستانية اجتمعوا أمراء ومثقفين وشخصيات من كل جهات كردستان تحت حلم واحد: كردستان حرة. من هالاجتماع انبثقت سنة 1920 جمعية تعالي كردستان، واللي صارت أول مشروع سياسي قومي منظم بيمثل شعبنا. كان بمثابة مؤتمر قومي كردستاني بيمثل كل الكرد. اللي شاركوا بهالجمعية مو ناس عاديين، هدول كانوا نخبة المجتمع الكردي بوقتها. نذكر منهم سعيد كردي النورسي، شيخ عبد الرحمن بيراني، قدري جميل باشا، جلدة علي بدر خان، ممدوح سليم بيك، محمد أمين بدر خان، سيد عبد القادر نهري، خالد بيك جبري، جنرال إحسان نوري باشا ومرته يشار خاتون، شيخ سعيد بيراني، سيد رضا ديرسمي، علي شير وزريفة قوشكري، نوري ديرسمي، كاميران علي بدر خان، محمد شريف باشا، محمد مهري هلاف، مصطفى ياملكي، عبد الله جودت، كمال فوزي خزنزادة. وما ننسى نذكر انه ضم الجمعية عدد هائل من النساء تحت اسم جمعية تعالي نساء كردستاني. هدول الناس بتمثيلهم لمختلف مناطق كردستان صادقوا على أول مشروع رسمي لعلم كردستان، ورسموا تقريبا نفس شكل علم إقليم كردستان العراق اليوم: 3 ألوان أفقية، أحمر من فوق رمز لدماء الشهداء والنضال، أبيض وسط للسلام، أخضر من الأسفل تمثل الطبيعة الكردستانية، وفي القلب شمس أصفر. من هديك اللحظة صار في علم قومي كردستاني موحد، انولد من الإرادة الجماعية ومن رموز كردية بتعرف معنى النضال. ملاحظة: ما في توثيق لمشاركة شخصيات من كرد سوريا غربي كردستان باجتماع تأسيسي لجمعية تعالي كردستاني سنة 1920. النخبة الكردية المشاركة كانت بمعظمها من الشمال، كردستان تركيا، بالإضافة لشخصيات من الشرق كردستان إيران، والجنوب من كردستان العراق، لأنه وقتها كان غربي كردستان اللي هو شمال سوريا
تحت انتداب فرنسي، بالإضافة إلى انعدام التنظيم السياسي بذلك الوقت في غرب كردستان. باختصار، ظروف ما سمحت، لكن لاحقا لعب غرب كردستان دور محوري بتأسيس جمعية خويبون، يلي تعتبر استمرارية وتطور لجمعية تعالي كردستانية وللحركة القومية الكردية عموما، وكان لها تأثير كبير. وجمعية خويبون محطتنا التالية اللي رح نحكي عنه بهيدا الحلقة. لكن قبل ما نروح لخويبون، حابب أعطي لمحة تاريخية عن سبب وجود الشمس على علم كردستان. أتوقع أنه أغلب مستمعين وخاصة من إخوان العرب حابين يعرفوا هالشي. خليك معي. رمز الشمس بوسط علم كردستان ما اجت من فراغ، بل بيحمل جذور ضاربة بالتاريخ الكردي القديمة. الديانة الميترائية اللي كانت منتشرة من كردستان نحو فارس وروما اعتبرت الشمس إلها مقدسا، رمز للحق والنور والانبعاث. من بعدها انتقل هالرمز للديانة الزردشتية اللي قدست النار كمظهر من مظاهر النور الإلهي، وظلت النار عندها رمز للطهارة والحرية. عند الإيزديين أحد أقدم مكونات الكردية الشمس والنور لليوم إلهم مركزية روحية. هالرموز ما توقفت بكردستان، بل انتقلت وتأثرت فيها حضارات كتيرة من الفراعنة، وخصوصا عبر الملكة نفرتيتي الكردية الأصل، لحتى إمبراطورية الرومانية اللي تبنت الميترائية وانتشر فيها تماثيل تحمل رموز الشمس والنور. واليوم منلاحظ صدى هالرمز حتى بتمثال الحرية في نيويورك اللي بيحمل تاج بأشعة الشمس وشعلة النار، تماما مثل رمزية نوروز الكردية. الشمس بالنهاية ما كانت بس مصدر للضوء، كانت دائما رمز للحرية، للمعرفة وللأمل اللي بيشرق رغم كل ظلام. هلأ ليه الشمس 21 شعاع؟ الشائع بين الناس انه 21 شعاع بيمثلوا تاريخ 21 آذار اللي هو عيد نوروز، بس هيدا الكلام مش دقيق. في آثار كردية، معابد إيزدية قديمة وشواهد قبور لأجداد الكرد من قبل الميلاد منقوش عليها شمس فيها 21 شعاع. بهديك الفترة ما كان في شيء اسمه تقويم ميلادي، ولا كان في شيء اسمه 21 آذار، ولا حتى كان في ميلاد المسيح بعد، ولا نوروز كان بهيدا التاريخ. بحسب باحثين كرد كبار ومنهم دكتور مهرداد أزيدي اللي اشتغل على تصميم الشكل المعياري لعلم كردستان، رقم 21 بيرمز لدورة الحياة ورمز للقيامة والتجدد الطبيعة، وهو مستمد من أساطير كردية قديمة جدا. الكرد كانوا ينقشوا الشمس ب 21 شعاع على أقواس القلاع وشواهد القبور من آلاف السنين. وقتها ما كان في لا نوروز ب 21 ولا روزنامة غربية ولا تاريخ مسيحي. يعني الشمس ب 21 شعاع هي رمز للحياة، هي مش تاريخ، رمز أبدي من حضارة كردية عمرها آلاف السنين. بس كمان خليني أكون صريح معكم، أنا مش مؤرخ ولا عالم آثار، وما فيني أأكد أنه كل هالآثار قبل الميلاد، أو أنه كل شمس بالنقوش الكردية كانت 21 شعاع بالضبط. بالعكس، في نقوش فيها شمس بعدد مختلفة من عدد الأشعة، ومش دايما كانت 21. حتى بتاريخ
الأعلام الكردية قديمة مثل علم خويبون كانت أكثر من 21 بكتير، أو علم اللي كان على غلاف مجلة هوار سنة 1932 الشمس كان لها 18 شعاع مش 21. يعني بصراحة ما عنا جواب قطعي، بس فينا نقول إنه اليوم الشكل الرسمي والمعياري لعلم كردستان حسب توثيق دكتور مهرداد آزادي هو الشمس فيها 21 شعاع، كلهم متساوين بالحجم والطول، وهن عنصر أساسي من هويتنا الكردية الموحدة. بعد ما انقمعت جمعية تعالي كردستانية اللي كانت عم بتحاول تحط أول حجر أساس للهوية الكردية، كتار من مؤسسينها تهجروا وهربوا من بطش الدولة العثمانية. وين راحوا؟ عبيروت ودمشق. الهروب كان من الظلم، بس بنفس الوقت كانوا حاملين حلم. بيوم من الأيام اجتمعوا جماعة من المثقفين، مناضلين، زعماء عشائر، ضباط سابقين، ناس عندها وعي وكرامة، وقالوا خلاص بدنا نبلش من جديد، بدنا نعمل شيء يكون إلنا باسمنا من وجعنا. هون ولدت جمعية خويبون. والمفاجأة تقريبا نفس الناس اللي أسسوا جمعية تعالي الكردستانية رجعوا وشاركوا بتأسيس خويبون. يعني خويبون كانت ابن الروحي لجمعية تعالي، وورثت منها كل شيء حتى العلم. بس وقتها كان شكل العلم شوي مختلف. الشمس كان فيها أكثر من 21 شعاع، وكانت شعاعات الشمس متوهجة مش مستقيمة مثل هلأ، بس بألوان نفسها: الأحمر، الأبيض، الأخضر، والشمس الصفراء. ومن أهم المؤسسين، أه لما اسمع هدول أسماء بحسها تاريخ عم يمشي على الأرض. جلدة بدر خان، هيدا عبقري اللغة والهوية يلي عمل لكتابة كردية قواعد. كميران بدر خان أخوه، سوريا بدر خان الأخ الأكبر، ملا أحمد شوزي، ممدوح سليم هوانلي، جنرال إحسان نوري باشا، ضابط عثماني سابق وقائد جناح العسكري لجمعية خويبون، فهمي ليتشا، وكان كاتب تبع شيخ سعيد بيران، حج آغا، بوزان شاهين ومصطفى شاهين، زعماء من قبيلة برازي، شيخ عبد الرحمن غريزي، أكرم جميل باشا وقدري جميل باشا، عثمان صبري، واحد من ثلاثة من أوائل المؤسسين لأول حزب في غرب كردستان، أحمد يوسف زازا ونور الدين يوسف زازا، عارف عباس شوكت زلفي، واحذروا مين كمان: جيجر خوين، شاعر الثورة والهوية الكردية، صوته بعده عم يرجع بوجدان كل كردي لهلأ. هالناس مش بس قعدوا ونظروا، لا، حملوا حالهم وبلشوا ثورة آجري بين 1927 ل 1930، وكان فيها جناح عسكري بقيادة إحسان نوري باشا، ورفعوا علم كردستان فوق جبال، فوق قلاع، وقالوا هيدا نحن وهيدا علمنا. ولما اجت سنة 1932 طلع جلدات بدر خان وغلف مجلة هوار بالعلم هيدا، وحدد شكله مثل ما بنعرفه اليوم: مضبوطة صريحة بتقول لكل العالم نحن شعب موجود وهيدي نورنا. بسنة 1944 قررت منظمة كومالا إنها تصمم علم بيمثل كل الكرد. طلعوا بعلم بثلاث ألوان: أحمر، أبيض، وأخضر، وبيناتهم شمس صفراء تتربع على القلب.
على خلفية بيضاء. بس ما كان مجرد فقط الشمس، كان في كمان سنبلتين قمح وقلم، رموز واضحة للخير، للثبات، وللعلم. قاضي محمد رئيس أول جمهورية كردية مهابات سلم مهمة طرز وخياطة أول علم رسمي للسيدة فاطمة أسعد شاهين اللي كانت من شمزينان وعاشت بزاخو، وشاركت مع زوجها نعمان شيرواني بكل تحركات التحرر الكردي. وب 17 كانون الأول 1945 ركزوا على هيدا التاريخ. 17 كانون الأول 1945 ارتفع العلم لأول مرة بساحة تشارجرا. تشارجرا يعني 4 مصابيح، كل مصباح بيمثل جزء من كردستان. وبناء عليه برلمان إقليم كردستان سنة 1999 قرر رسميا 17 كانون الأول هو يوم علم كردستان. إذا في شي تاني لازم نحكي عنه بهالحلقة فهو الفوضى اللي كانت حوالين علم كردستان. يعني يا خيي، العلم هو رمز للشعب، مش جاكيت على الموضة. كل مين كان بيعمل علم عمزاجه، في ناس عملوه بالألوان الغامقة وناس بالألوان فاقعة. شمس مرة فيها 21 شعاع، ومرة 32، ومرة 61، ومرة ما بعرف شو. ما كان في معيار، الكل عم يرتجل، والنية طبعا طيبة، بس كانت فوضى. لحد ما طلع رجل اسمه مهرداد إيزيدي، مؤرخ كردستاني، قرر يحط حد لهيدا الفوضى. يعني قرر يعمل معيار ستاندر، شكل موحد ودقيق للعلم، ما حدا بقى يخبص فيه. هو مو بس قرر، هو اشتغل عن دراسة وبحث وتمعن وخبرة. وهالشي صار بعام 1998. يعني من وقتها صار في علم قومي كردستاني موحد، مش علم حزب، مش علم زعيم، علم شعب كامل. مين هو مهرداد يزيدي؟ باحث ومؤرخ ومهتم بجذور الهوية الكردية من أولها لآخرها. كرس وقته ليدرس العلم من ناحية تاريخية، ثقافية، وحتى من ناحية الرمزية. وهو صاحب فضل كبير بوضع المواصفات الرسمية الدقيقة للعلم تبع كردستان. طيب كيف لازم يكون شكل هيدا العلم؟ العلم بيتألف من 3 ألوان أفقية من فوق لتحت: أحمر، أبيض، أخضر. وهودي مش هيك وبس، لا، كل لون له رمز وله قياس وله معنى. نسبة الطول للعرض هي 2 ب3. يعني إذا الطول 3 متر، العرض بيكون 2 متر. ما في مجال للتكبير والتصغير العشوائي، هيدي نسبة ثابتة. كل شريط من الألوان الأحمر، الأبيض، الأخضر بياخد تلت ارتفاع العلم بالضبط. الألوان: الأحمر من فوق بيرمز لدم الشهداء والكفاح الكردي. الأبيض بالنص للسلام والصدق والعدالة. الأخضر تحت بيرمز للطبيعة الكردستانية والخير والخصب. الشمس الذهبية لون أصفر فاقع ومكانها بنص العالم تماما ضمن شريط الأبيض. عدد الأشعة هو 21 شعاع، مش 18، مش 32، ولا 61. 21 شعاع. الأشعة لازم تكون موزعة بشكل شعاعي متساوي تماما. 360 درجة تقسيم 21 يساوي زاوية كل شعاع بدقة. أول شعاع لازم يكون لفوق عمودي مباشرة، مش مايل لليسار أو يمين، لأنه بيرمز للإله. وباقي أشعة تاخد مكانها بعدها دار مدار قرص الشمس بالتساوي. شكل الشمس دائري تماما، مش بيضاوي، دائرة صافية. وهيك منكون سكرنا كل باب للخربطة: علم واحد، شكل واحد، قلب واحد. إذا بدنا نكون شعب موحد بدنا نبلش برمزنا الأوضح: العلم. هيدا العلم ما لازم يبدل أو يغير
حسب مزاج أحزاب أو شخصيات أو مناطق. هو رمز قومي موحد لكل كردستان بكل تنوعاتها. بداية، العلم الكردي كان رمز شعبي أكثر من أنه يكون رسمي. الناس ترفعه بالمظاهرات، بالمهرجانات، وحتى بالثورات، بس ما كانت معتمد بشكل رسمي من أي جهة حكم. بسنة 1999 صار التحول الكبير. إقليم كردستان العراق قرر يعتمد هذا العلم رسميا كعلم قومي للإقليم. يعني مش بس الناس ترفعه، لا، صارت تنرفع على المؤسسات الرسمية ومقرات الحكومية والمدارس وحتى عند مدخل المدن. وهون ما عاد مجرد رمز حب أو فخر، صار تمثيل سياسي وقانوني للقضية وهوية ومعترف به دوليا. صار يعبر عن وجودنا كشعب عنده كيان وعنده راية وحدودها. وهالاعتماد الرسمي كان كمان بمثابة تتويج للشغل سنين ولتوحيد شكل المعياري اللي عمله المؤرخ مهرداد إيزيدي سنة 98. من وقتها صار العلم مكون أساسي بكل مناسبة رسمية، حزينة كانت أو كانت فرحة. في سؤال مهم لازم نجاوب عليه بنهاية هيدا الحلقة. هل هيدا العلم هو علم إقليم كردستان العراق ولا هو علم لكل الشعب الكردستاني؟ يعني لما بتشوفه مرفوع بإقليم كردستان العراق بتفكره يمكن هيدا بس علم تبع إقليم. رجع الفيلم لورا شوي. من وقت ما اجتمعوا نخبة من أهم المثقفين والأمراء الكرد من كافة مناطق جغرافية كردستان عام 1919 باجتماع هيئة كردستانية، وعملوا جمعية الترقي أو التعالي الكردستانية سنة 1920، وفكروا كيف بدهم يعملوا علم موحد للكرد. ورجعوا تبنوه جمعية خويبون وبلش يترفع بكل الثورات اللي اجت من بعدها، بثورة آغري وبجمهورية مهابات اللي اعتمدته رسميا وبانتفاضة التسعينيات لحتى وصلنا عام 1999 لما إقليم كردستان العراق قرر يرفعه رسميا. يعني العلم ما انولد بمكتب حكومي ولا فبركه سياسي اليوم. هيدا علم عمله ناس نؤمن إنهم بيمثلونا، وهيدا العلم حملوه مئات الآلاف الناس استشهدوا ليضلوا مرفوع، وكل تفاصيله بتدل عليه، من الشمس اللي عمرها 7000 سنة بحضارتنا لألوان اللي بتحكي عن دمنا، أرضنا، حريتنا. فنعم، اليوم حتى لو انرفع رسميا بإقليم كردستان، بس هو مش علم حكومي، هو علم أمة. عالمنا نحن الكرد، رايتنا القومية. وهون منكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا حسيتوا أنه المعلومات كانت مفيدة أو لمست شيء جواتكن شاركوها. وإذا بتحبوا تكفوا معنا بهيدا السلسلة وتدعموا البودكاست اشتركوا بالقناة، هذا شيء بيفرق معي كتير من القلب. شكرا لوقتكن لاستماعكن. سلام.